تبدأ القصة مع هذا الفتى، وكان جائعا للغاية وذاهبا لإحدى المحلات ليشتري شيئا ليأكله، لكن فجأة يهرب الناس من المحل وهاتين الفتاتين اصطدمتا به وسقط هاتفه، فهذا المجرم يريد قتلهما. بطل قصتنا ليس بالقوي بل هو أضعف الخلق، وهرب قبلهما وأرادهما أن تلحقا به، لكن ذلك المجرم قادم نحوهما بسكين لقتلهما. وهنا بطلنا قرر أن يتصرف كرجل ويظهر بعض الشجاعة، واندفع نحو المجرم وأسقطه أرضا، وأمر الفتاتين أن تهربا فورا، لكنه طعن بسكين المجرم، فبسبب شجاعته عرض نفسه للموت، ورغم ذلك يشعر بالفرحة لأنه تمكن من مساعدتهما، وأيضا يعتذر لهما لأنه جعلهما تبكيان عليه، ويتساءل في نفسه هل سأموت الآن؟ لكن فجأة يستيقظ كطفل صغير في عالم آخر، وهو يتساءل هل أنا في المشفى؟ لكن الغرفة مزخرفة ولا تبدو كغرفة مشفى، وأيضا يتفاجأ بتواجد هذه الخادمة، ولما رأتها شعرت بالسعادة وتناديه مولاي كاين. هو بنفسه لا يعرف لما تنادي هذه الخادمة بهكذا اسم، وأيضا تقول له هذه المرأة بأنها أمه، فهو للتو لا يعلم بأنها أصبح طفلا صغيرا، وتفاجأ لما رأى نفسه في المرآة ولم يصدق ذلك، ويقول من هذا اللي أشوفه في المرآة؟ المسكين للتو استوعب بأن هذا هو شكله الآن، وأصبح يصرخ من يكون هذا بالتحديد؟ بالطبع ليس أنا، وأصبح يلمس نفسه ليتأكد، وأمه مستغربة من تصرفاته وتسأله هل أنت بخير يا كين؟ وهل تعرف من تكون؟ والخادمة تقول لها لابد أنه مرتبك جدا يا سيدتي، فقد نام لمدة أسبوع. أمه قالت ربما ابني جائع، وذهبت مع الخادمة سيليفيا لتعيد له الطعام. كين لم يفهم ما يحدث لحد الآن، ويتساءل من هما هاتين المرأتين؟ الأخرى تقول بأنها أمي، والأخرى اسمها سيليفيا. بدأ يرى شكل الطفل الصغير ويشك بأنها تمت إعادته للحياة، فالآن تأكد بأنه لم ينجو في تلك الحادثة. بدأ يفكر بما أن عاد الحياة من جديد، فأول شيء عليها فعله هو أن يتفقد محيطه، وأصبح يقلب الغرفة بالكامل إلى أن دخلت عليه سيليفيا وهو يمسك سرواله، فاعتقدت بأنه بلل السرير وقامت بنزع سرواله لتنظفه. كين يشعر بالإحراج، فهو ليس طفلا صغيرا كما يعتقدون. بعدها حملته تجعله ينام. كين يتساءل كم عمره، فأخبرته الخادمة سيليفيا بالعديد من الأمور التي لم يكن يعرفها، فهو في عمر 3 سنوات، ووالده اسمه غارب، وأمه اسمها سارة، ولديه أخت أكبر منه بعامين تدعى ريني. سارة هي الزوجة الثانية لغارب، واسم الزوجة الأولى هو ماريا، ولديها ابنان جين وأليك، وهذا يعني بأن كاين هو الابن الثالث لغارب، ووالده هو نبيل ذو مرتبة رفيعة، ولديه جيشه الخاص، وبه يمنع الدول الأخرى من اجتياح الحدود، وأيضا يشرف على غابة الوحوش. كاين فرح بسماع ذلك، فهو يحب الوحوش، وأيضا أخبرته بتواجد مغامرين هناك لمواجهة الوحوش. أصبح يطير من الفرح ويسألها وهل المغامرين يقاتلون بالسيوف أو بالسحر، فتجيب بالطبع يستطيعون بعضهم استخدام السحر. كاين تغمره الفرحة ويقول بأنه يريد تجربة استخدام السحر، فبدأ مباشرة بالتعلم، وبعد أن سمع بأنه يوجد سحر في هذا العالم اتخذ قراره بعيش حياته هنا، لأن في العالم السابق الذي أتى منه كان يعيش وحيدا، ولهذا لا تهم حياته السابقة ولا يريد العودة لها. والده غارب تفاجأ بأن كاين يعرف الكتاب على الرغم من أنه ما زال صغيرا، فلا أحد يعلم بأن كاين ليس طفلا صغيرا، ويقول في نفسه بأنه لا يستطيع أن يخبر والده بأن هذا الجسد الصغير له عقل طالب مدرسة ثانوية. وليجعل الأمر يبدو منطقيا قال لهم بأن الفضل يعود لسيليفيا فيها تدرس جيدا، فأصبحت تلك أسعد لحظات حياتها. لكن والده غارب مستغرب لما كان قرر الدراسة فجأة، ويقول له وهل نزل عليك الوحي لتدرس؟ فعلى ما أعتقد بأن كاين في السابق كان يكره الدراسة، كان يقول لهم بأنه يبذل ما بوسعه فحسبه ليتعلم كل ما يمكن حول هذا العالم. والده أعجب بطريقة تفكيره، فيسأله كاين وهل ستسمح لي بقراءة الكتب عن السحر وعن تاريخ هذه المملكة؟ والده وافق، أمه فخورة به، لكن أخته كين تخبره بأنه ليس جاهزا لذلك بعد، فيجب تعميده مثلها. كين مستغرب ما هو التعميد، فيقول له غارب بأن عليه الانتظار حتى يبلغ 5 من عمره حتى يستطيع استخدام السحر، وعليه أن يدرس أولا في الكتب. لكن كاين لما عاد لغرفته نجح في تنفيذ السحر لوحده، وكأنها موهبة ربانية، فأصبح متحمسا، فحلمه تحقق، وجرب إطلاق السحر مرة أخرى، لكن هذه المرة فشل في السيطرة عليه وكاد يحرق غرفته، إلى أن دخلت عليه سيليفيا فأخفى يديه. لكن أخته ريني تتصرف كالشريرة وتقول له أعرف كل شيء، فقد كنت تدرس عن العالم الخارجي سرا، أتريدني أن أعلمك عنه؟ كاين أصبح خائفا منها، لكن داخله هو سعيد لأنها غبية ولم تلاحظ بأنها استخدم السحر. ومنذ ذلك الحين أصبحت أخته ريني تزوره في غرفته بشكل يومي وتعلمه عن تاريخ المملكة وكيف بدأ
بدا ملكها الأول كمغامر قبل تأسيسها، وأيضا علمته بأن هناك إلف وأقزام وبشر ووحوش في هذا العالم. كين لما تعلم كل هذا أصبح لا يطيق انتظار عامين من عمره حتى يتم تعميده، فهو متحمس ليرى العالم الخارجي، لكنه تحمل الانتظار ومرت العامين وسيتم تعميده في هذا اليوم، وذهب مع عائلته وهو متفاجئ من العالم الخارجي، فهذه أول مرة له يخرج فيها من المملكة، وأصبح أكثر سعادة، فهذا هو العالم الذي كان يحلم به في السابق. ففي هذا العالم توجد مباني قديمة وجنود ووحوش وفيه حتى السحر. بعدها يسأل أخته كيف يكون الأمر عندما تستخدم سحر الحالة، فقامت بذلك أمامه. هو سحر تستطيع أن ترى فيه قوتها والقدرات التي تملكهم، لكنه ينصدم بأنها كتبت عن نفسها بأنها عاشقة كين، لكنها أصبحت غاضبة لأنها رأى ذلك. كين من خوفه منها غير الموضوع وقال لها لا ليس كما تعتقدين، تفاجأت فحسب من قدرتك على استخدام 3 عناصر سحرية. فتقول له أمه بأن ريني منحت حماية من المستوى الثاني بواسطة إمبراطوري السحر. كين لا يفهم عن ما تتحدث عنه أمه، فبدأ جارم في الشرح له فيخبره بأن السحر والحماية قابلة للاكتساب في المستوى من الأول حتى الخامس، فكلما ازداد المستوى ازدادت الموهبة الطبيعية للمستخدم أكثر. فالحماية التي يمنحها الإمبراطور هي التي تقرر مهارات وقدرات صاحبها. وذهبوا للمعبد المخصص لعبادة الأباطرة السبعة، فالآن سيخبرون الأباطرة بأن كين بلغ 5 سنوات من العمر، والآن فهم كين، فهذا هو التعميد، وهو أن يحصل على الحماية من الأباطرة السبعة. والآن بدأ الكاهن مراسم التعميد وتحدث مع تماثيل الأباطرة وبلغهم بأن الطفل كين قد بلغ سن 5. وفجأة يظهر نور ساطع من التماثيل. الكاهن تفاجئ، فأول مرة يحدث هذا كين يجد نفسه في عالم الأباطرة وقابلهم شخصيا. وإمبراطور السحر يقول لقد اشتقنا لهذا اليوم يا كين، وهو متفاجئ بأن الأباطرة بحد ذاتهم أتوا لتعميده. الإمبراطور زينوم وهو مؤسس هذا العالم، وهذه ريم الإمبراطورة التي تحكم الموت ودورة إعادة الولادة، وتخبره بما حدث معه في حياته السابقة ولما أعادوه للحياة ليعيش في هذا العالم، وتقول له بأنه أظهر بعض الشجاعة لينقذ الفتاتين، لكن لو لم يفعل ذلك كان أفضل، فالمجرم كان سيتعثر لوحده ويسقط ويعترضه المرة. المسكين كان تفاجئ من أنه ضحى بدون فائدة تذكر، ويقول وهل هذا يعني أنه لم يكن هناك أي حاجة لي، يعني أني مت عبثا. وأيضا تقول له بأنه بسببه اتهم القاتل بالقتل. كين أصبح يبكي لأنه كان يسعى ليكون رجلا، فعرف بأنه أفسد كل شيء. فتقول له الإمبراطورة راين لكن بالمقابل بما أنك مت وأنت تؤدي عمل خير، طلب إمبراطور الأرض أن تعيد خلقه في هذا العالم. كين يشكرها لأنها لم تمحو ذكرياته، فبفضل ذلك تمكن من تعلم الكتابة واستخدام السحر في سن صغير. وهذه إمبراطورة السحر رينو، وتعلم بأنه كان يتمرن على السحر طوال هذا الوقت، ولهذا قررت أن تمنحه حمايتها. حتى إمبراطور الحرب منحه حمايته، وحتى جريم إمبراطور التكنولوجيا. باختصار كل الأباطرة السبعة منحوه حمايتهم. وعاد كاي من عالم الأباطرة والكاهن منصدم، فهو لم يرى تماثيل الأباطرة تسطع بهذا البريق من قبل. جارم يطلب من كاي أن يريهم حالته، لكنه يشعر بشعور سيء حول الموضوع، وتظاهر بأن معدته تؤلمه، وذهب مسرعا واختبأ هنا ليرى حالته لوحده، وينصدم بأنه يمتلك العلامة الكاملة لكل المهارات والقدرات، ويتساءل لما الأباطرة فعلت ذلك معه. فالمستوى الخامس هو أعلى مستوى، لكنه في المستوى العاشر، وهذا لم يحدث من قبل. فيفكر كين بأن عليه أن يخفي هذا فلا يستطيع أن يدعي أحدا يراه، وأصبح يفكر في طريقة للإخفاء. وتذكر بأن الإمبراطور زينوم ترك له طريقة استخدام سحر إخفاء الحالة، وبذلك نجح كين في إخفاء حالته. وعاد المملكة واحتفل مع عائلته بعيد ميلاده، وطلب منه والده أن يريهم حالته بعد أن كسب حماية الأباطرة السبعة. كين فعل ذلك بكل ثقة، فقد أخفى حالته وجعل علاماته ضعيفة مقارنة بالسابق. ورغم ذلك عائلته انصدموا لأنه كسب حماية الأباطرة السبعة وحصل على كمية هائلة من السحر، ووالده منصدم. فحتى سحرة القصر لديهم حوالي 10,000 نقطة سحرية، بينما كان الطفل الصغير يفوقهم ب3 أضعاف. ويقول له والده بأنه سينجح في أي عمل مهما كانت طبيعته، وأمره ألا يظهر هذه الحالة لأحد آخر، فإن رأى أحدهم قوته السحرية فربما يصبحون يعتبرونه كتهديد للمملكة. كل هذا وكان يستخدم سحر إخفاء الحالة. تخيلوا لو أنه أظهر حالته الحقيقية. بعدها عاد لغرفته وفي قمة السعادة، وجد في سريره كتابا عن سحر الاستدعاء، وفكر لو أنه يستطيع استدعاء حيوانات أليفة ليلعب معها. وبما أن الخادمة سيليفيا ليست موجودة، استطاع الخروج في الليل لوحده واستخدم سحر الاستدعاء، لكن من القوة الهائلة التي يملكها استدعى وحشا مخيفا. والمصيبة أن بارما وأخته هناك والوحش يستهدفهما، فدخل كين لحمايتهم، وهنا حدث معه نفس المشهد السابق. وكالعادة يريد أن يظهر شجاعته، لكن
لكنه صغير ولم يتقن السحر بعد، والوحش أقوى منه، لكنه يريد حماية بارما وكيني، فنجح في استخدام السحر وأخفى الوحش من الوجود، لكنه وقع عرضا وهو يفكر بأن نفس الأمر حدث معه، فقد أبكى فتاتين مثل السابق ويتساءل إن كان سيموت ثانية، لكنه استيقظ ولم يحدث له شيء، واعتذر من أخته لأنه جعلها تخاف عليه، وهي سعيدة لأنها بخير، وهو يقول في نفسه أبكيت تلكم الفتاتين في تلك المرة، لكن هذه المرة جعلت أختي تبتسم، ويريد أن يساعد الناس في هذا العالم. وفي الغد قدم كين نفسه كابن لغارب أمام الحضور، وأخبر والده بأنه يريد زيارة مختلف الأماكن ويتعلم الكثير من الأشياء عن هذا العالم ويساعد المحتاجين، ويريد لقاء مختلف الناس، ويقول للحضور من أجل حماية بسامتكم أريد أن أكون مغامرا. وتنتقل بين الأحداث لعالم الأباطرة السبعة. رايم تسأل زينوب لما منح كين حمايات أعلى من المستوى الخامس، فيقول لها في الواقع هذا لا يكفي حتى، فعندما يصبح كين في عمر السادس عشر عليه أن يكون في المملكة ويكون المقيم الأقوى في القارة بأكملها، لأنه سيأتي الوقت الذي سنحتاج فيه قوة كين. وفي الجزء القادم سنعرف ما سيحدث لكين وماذا سيفعل وهل سيصبح أقوى. ولا تنسوا دعمي بلايك واشتراك في القناة تقديرا لجهودي، واعطوني رأيكم في التعليقات عن الحلقة الأولى من هذا الأنمي.